استنوا كده اشمه. واو طعمه جامد قوي. هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه شوشتة. لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس وكبروا القناه معايا عشان اظهر معاكم في اقرب وقت. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو علشان اللايك بيدعم الفيديو ان هو يظهر لناس اكتر. ويلا نبدا الفيديو. جرب النهارده 3 نكهات من يامي نودلز. يامي نودلز بطعم الخضار، ويامي نودلز بطعم الكاري، ويامي نودلز بطعم اللحمه. ويلا دلوقتي انا خلاص سخنت الميه وهجيب الاطباق بتاعتي ونسويهم وندوق مع بعض ونشوفهم حلوين ولا لا. تعالوا يلا نفتح اول واحد بطعم الخضار. تاني واحد يامي نودلز بطعم الكاري الدجاج. تالت واحد معانا يامي نودلز بطعم اللحمه. يلا بهدلت الدنيا بس مش مشكله. تعالوا بقى نحط الميه السخنه ونغطيه. ورجعت لكم بعد ما استووا. تعالوا دلوقتي هنبدا ندوق اول واحد وهو يامي نودلز اللي بطعم الخضار. جبت الشوكه والمعلقه علشان كمان ادوق الشوربه بتاعته، فيلا ندوق. سخن مولع. تعالوا ادوق معاكم يامي نودلز اللي بطعم الخضار. تعالوا اقول لكم دلوقتي تقييمي ليامي نودلز بطعم الخضار. اولا نكهه الخضار ضعيفه مش قويه. العجينه بتاعت النودلز نفسها كده ايه مش بتستوي بسهوله، يعني عايزه وقت اطول. حاسه انه ده بيتاخر شويه في السوا. هقيمه 7 من 10. تاني واحد يامي نودلز بالكاري. يلا ندوق. المفروض ان ده بالكاري، المفروض كان اللون الميه يبقى ملون اكتر من كده. حاسه لونه ابيض فمش عارفه ازاي. بالخضار شايفين كده لونه اصفر كده، تحس ففي لون. بالكاري ده مش عارفه ليه هو لونه ابيض كده. الاول هدوق طعم الشوربه بتاعته. طعم الشوربه بتاعته حلوه يا جماعه، رغم ان انا مش حاطه كل الكيس، بس طعمه حلو. ندوق بس الميكس مع بعض. هقول لكم تقييمي على يامي نودلز بطعم الكاري. برضو طعمه متوسط، يعني النكهه بتاعته ما ابهرتنيش. طعمه برضو شويه ضعيف، بس هو يعني اقوى شويه من نكهه الخضار، فده هديله 8 من 10. ثالث نكهه من يامي نودلز باللحمه. تعالوا ندوق. برضو لونه ابيض، يعني المفروض كنت حاساه كده بطعم اللحمه يعني يبقى ملون اكتر من كده. ما استنوا كده اشمه. بصوا هو في ريحه شوربه لحمه، عشان كده قلت لكم استنوا اشمه عشان شميت ريحه شوربه لحمه. فتعالوا ندوق كده يمكن ده يبقى طعمه اقوى من الباقي. واو ايه ده طعمه جامد قوي. ده خطير يا جماعه، ده خطير خطير. ده طعمه عامل زي كباب، يعني لحمه كباب، فاهمين؟ طعمه جامد جدا والله العظيم. انبهرت. انا فاكره لحمه عادي هيطلع زي الخضار والكاري، بس ده طعمه والله طعمه عامل زي شيبسي الكباب. تحفه تحفه بصراحه، عجبني جدا. ده هديله 10 من 10. يامي نودلز بطعم اللحمه هديله 10 من 10 يا جماعه، جامد جدا، لازم تجربوه. يمكن دي تاني مره اجرب فيها يامي نودلز، واول مره برضو ما عجبنيش. تاني مره حاساه متوسط، بس بجد نكهه اليامي مره اجربه دلوقتي معاكم، وبصراحه عجبني جدا 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 يا جماعه. يامي نودلز باللحمه لازم تجربوه. بس كده انا قيمت معاكم يامي نودلز الجديد. النكهه الجديده اللي نازله هي نكهه اللحمه. خطير، هتروحوا تجربوه وترجعوا على الفيديو تقولوا لي عجبكم ولا ما عجبكوش. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وشيروا الفيديو لاصحابكم علشان القناه تكبر واظهر معاكم في اقرب وقت. واستنوني فيديوهات جديده، وباي باي.